السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غادي نديروا في هذا الفيديو ملخص رقم 3 غادي يكون فيه دروس ديال الاحتمالات وايضا درس ديال الدوال الاصليه وحساب التكامل. ان شاء الله غادي نخلي لكم الفيديو، غادي ندير كل ملخص كيف ما درنا في الفيديوهات السابقه ونالوا الاعجاب ديال بزاف ديال الناس، لانه واحد الملخص اللي هو مقاد مزيان وفيه الدروس باختصار وغادي يعاونكم بزاف ان شاء الله. في هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم غادي نبداو بالملخص ديال حساب الاحتمالات. كما كتشوفوا الدرس ديال الاحتمالات هو واحد الدرس اللي كيكون غالبا عليه 3 حتى ل 4 ديال النقاط في التمرين ديال الامتحان الوطني. كنصحكم انكم تخدموا الوطنيات السابقه بالضبط التمرين ديال الاحتمالات، حيت غالبا كيتحط نفس الشيء في الوطنيات اللي هما جدادين. كيف ما كتشوفوا التلخيص هو بسيط وما طويلش بزاف. دابا ندوزو الملخص الثاني اللي هو حساب التكامل وايضا ديال الدوال الاصليه. كيف ما كتشوفوا معنا كان هذا هو الملخص رقم 3 ديال درس الاحتمالات وايضا الدوال الاصليه وحساب التكامل. كنصحكم انكم تشوفوا جوج فيديوهات سابقه ديال الملخصات ديال الداله والاسئله المتكرره في الامتحان الوطني، غادي ينفعكم بزاف. وايضا الفيديو اللي قبل منه فيه الدرس ديال الاعداد العقديه ودروس اخرى. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي فيه الملخصات ايضا ديال الامتحان الوطني. كنتمنى لكم التوفيق في الامتحان الوطني وان شاء الله كلشي يدوز مزيان وتحصلوا على النقطه اللي بغيتو. شكرا لكم وبسلامه.